شفشاون مدينة جميلة، مدينة ما كتشبه حتى شي مدينة في العالم كامل، في وسط جبال الريف المغربية، المدينة اللي كيعرفها العالم كامل باسم المدينة الزرقاء. شفشاون يعني واحد البلاد شريفة مزيانة، فيها الأمان، فيها شي السرقة يعني براني مقبول عنا. واخيرا وبعد سنين طويله رجعت لشفشاون وغنبداو النهار باحسن فطور في احسن فيو واحسن بانوراما في العالم. حنا في شفشاون. إلا كنتي أول مرة غادي تشوف هذه القناة ما تنساش دير سبسكرايب ويلا معنا. مدينة شفشاون جات في شمال المغرب، ما بعيداش بزاف على طنجة وتطوان. مدينة صغيرة جات في وسط سلسلة جبال الريف اللي كتعطيها واحد الرونق جميل اللي حماتها على مر التاريخ. وقيل مولاي علي براشد، لا بنت السيدة الحرة. وقيل مولاي علي براشد، لا بنت السيدة الحرة. مدينة شفشاون تأسست من طرف المولى علي بن راشد، كان هو أول مهاجرين من الأندلس في سقطات لهذه البلاصة هذه وأسس هذه المدينة هذه. وأول بلاصة أسسها هي القصبة اللي كانت عبارة عن قلعة عسكرية لمواجهة الاحتلال البرتغالي اللي كان كيحاول يسيطر على شمال المغرب في ديك الساعة. وهذا الشيء كان في سنة 1471. وهذه اللي مورايا هي القصبة، هذه أول بلاصة تبنات في شفشاون على يد المولى علي بن راشد حفيد رسول الله عليه الصلاة والسلام. هذه البلاصة كانت مقر عسكري ديالو ساكن فيها، كيحاول منها يبدا المقاومه ضد البرتغاليين والمستعمرين اللي كانوا استعمروا الشمال ديال المغرب. مولاي علي بن راشد السيدة الحرة وراضين عليك لآخر الزمان. المدينه ديال شفشاون كانت تبنات من طرف الريفيوجيز، داك الناس اللي جاوا من الاندلس من مور مسقطات الاندلس في اليد ديال الاسبان. وهاد اللاجئين هما دوك المسلمين المعروفين بالموريسكيين، واليهود ايضا المعروفين بالسفاردين. هاد اللاجئين اللي غادي يعيشوا بيناتهم في تلاقح وغيجيبوا معاهم واحد العاده غريبه وزوينه في نفس الوقت، وهي صباغه جدران مدينه شفشاون باللون الازرق السماوي اللي غادي يخلي هاد المدينه واحده من اجمل مدن العالم. وإلا بغيتي تعرف السر ديال هاد اللون هذا تفرج في الفيديو حتى الاخر. الحي هذايا أول حي اللي توجد لنا في شفشاون. مور القصبه هي الاولى. وهذا الحي يعتبر السويقة، هنا اختار من 360 حانوت. كاين جلابة، داكشي ديال الصناعه التقليديه، كلشي كاين هنا موجود. وهذا الصانع كيورينا كيفاش كتصاوب ديك الجلابه الجبليه الشاونيه الشهيره اللي كتكون سخونه بزاف في فصل الشتاء واللي الثمن ديالها غالي. كتسالوا علاش غالي؟ شوفوا الطريقه باش كتصاوب وديك الحرفيه العاليه باش كتقاد. شفشاون في الحقيقه كتكون من جوج ديال الاجزاء، المدينه القديمه الزرقاء والمدينه الجديده اللي ماشي المباني ديالها كاملين زرق، ولكن حنا اللي كيهمنا هو ديك المدينه القديمه الزرق، حيت في الحقيقه هي الاصل ديال مدينه شفشاون وهي المسمات بالجوهره الزرقاء واللي داير بها واحد السور من جميع الجهات. متر ونص اخر جزء ديال ذاك الحيط. كاين هذوك المغيخين ولكن كانوا طاحوا وعاودوهم ولكن بواحد الحجم صغير، واللي عنده 7 ديال البيبان، واللي كان الهدف ديالو هو حمايه المدينه من الاعداء. شفشاون، هذه المدينه تسمى شفشاون من الكلمه الامازيغيه إشاون. إشاون كتعني قمم الجبال، وهي قمم الجبال اللي دايره بهذه المدينه هذه. الجمال ديال مدينه شفشاون خلاها تختار سنه 2014 من بين اجمل مدن العالم من مجله ناشونال جيوغرافي العالميه. كنتمشى في الشوارع ديال هذه المدينه وكنحس براسي بحال رجعت لشحال هذه الاندلس، اليامات ديال الاندلس، ولكن بواحد الطريقه زايده شويه، واحد الطريقه زرقاء. من بعد اول هجره اللي تبنات فيها القصبه، والهجره الثانيه اللي تبنات فيها حي السويقه، الهجره الثالثه تبنى فيها حي الاندلس. وهاد البلاصه هذه هو حي الاندلس. هذا الحي الأندلس. نعم. يعني الناس اللي جاوا من غرناطه فاش كانوا ساكنين هنايا.
يمكنش شحال ديال الدروبه كتدخل فيهم وكل درب كينسيك في درب، كل درب واحد الجمال ما يمكنش ترى عليها كيقولوا الجوهره الزرقاء. نسامح يا ولدي ساكن داخل الاسواق، ما كانش عندهم الحق يعيشوا داخل في المدينه. لا. اوكي. هذاك عامي كانوا يتجاوز الناس عطاوها من الدولة عطاتهم فين يعيشوا. من بعد سقوط غرناطة والأندلس تم توطين ديال اليهود في مدينة شفشاون وكذلك في مدينة تطوان، والتحق بهم مجموعة كبيرة من العائلات الأمازيغية اليهودية وكذلك اليهود ديال مدينة فاس. في الأول ما غاديش يتم السماح لهم بأنهم يسكنوا في وسط المدينة وغادي يسكنوا على ضفاف نهر راس الماء، ولكن مورا غادي يتشكاو من بعض الاضطهادات ومن الفساد وغادي يتم السماح لهم أخيرا أنهم يدخلوا يسكنوا في وسط المدينة، وغيتم إنشاء لأول مرة في مدينة شفشاون ما يسمى بحي الملاح، وهو الحي الخاص باليهود المغاربة. الشيء اللي خلى شفشاون تعطي مثال في تعايش الديانات ما بين المسلمين واليهود، مع العلم أن المدينة كانت ممنوعة على المسيحيين بسبب داك الشيء كامل اللي داروا في الأندلس، وللأسف اليوم ما بقات حتى عائلة يهودية في شفشاون. وحنا دابا في الملاح ديال شفشاون، هنا كانوا كيعيشوا اليهود من بعد ما سمحت لهم السلطات ديال المدينه انهم يعيشوا داخل في الاسوار ديال المدينه. هذا البلاصه سميتها الملاح، وكانت كتسد بالليل بواحد الباب كاينه هنايا، وفي النهار كيتحل هنا سوق باش كيتبادلوا دوك السلع التجاريه مع المسلمين ومع باقي سكان المدينه. هذه البلاصه جميله جدا. شفشاون معروفة بواحد الحاجة أخرى، بالأفرنة التقليدية ديالها. هذا الفران الخبز. نعم. وهذا اللي مورايا أقدم فران تقليدي في مدينة شفشاون. اقل حاجه نقدر نقولها على الناس ديال شفشاون هما انهم ناس ظريفين بزاف والله يعمر سلعه، وهذا السيد هذا كيعلم انيا كيفاش دير الخبز في الفران التقليدي. تقدر انت تعيش في شي بلاصه من غير الشاون؟ لا والو، مع خويا اللي تما عندي الدار ديالي، عندي نتاعي هنايا اللي تما التربه جابتنا هنا، حنا باقيين هنا. كيف نعمل ما نبكيش سعدي وما عنديش. مدينة زوينة بزاف. Just so beautiful and so peaceful and calm. نعمل ما نبكيش سعدي ما عنديش. هذه وحده من اجمل البلايص في مدينه شفشاون، ساحه الهوته. كيف نعمل ما نبكيش سعدي وما عنديش. كيف نعمل ما نبكيش. انيكا فين غاديين دابا؟ غادي نغازل الحانوت. المهم دابا غاديين لواحد البلاصه اخرى اللي كتعطي ديك الجمال الطبيعي ديال الشاون واللي هي راس الماء. حنا دابا في راس الماء، كتسمع راس الماء حيت الماء كاين في كل الجهات، في كل قنت كاين الماء. كتسمعوا دابا الخرير ديال الماء كاين على اليمين على اليسار، هابط من الجبل غادي من تحت الساقيه، بارتو فين ما مشيتي كاين الماء. هاد البلاصه جنه ديال بصح، خصوصا في فصل الربيع وفصل الصيف. تقدر تجلس هنايا تخور تشرب كاس ديال اتاي في وسط الواد اللي كيدوز من تحت منك كيبردك. بالاضافه لهاد البلاصه اللي سميتها الصبانين فين كيصبنوا العيالات ديال شفشاون الحوايج ديالهم بالماء ديال راس الماء. هذا راس الماء راه ما يمكنش، راه بحال الله راه جزء من الجنه، واحد الجمال طبيعي ورباني راه ما يمكنش نوصفو لكم. راه سبحان الله، راه هاد النهار راه مرت بواحد المرض خايب بزاف سميتو فومو، the fear of missing out. دوزني شي حاجه ما نصورهاش ولا دوزني شي لعبه ما نشوفهاش، راسي كيضرني. واحسن نشاط ولا اكتيفيتي اللي تقدر ديرها في مدينه شفشاون هو انك تسارى في دوك الدروبه الزوينين ديالها وتخلي راسك تلف في وسط المدينه القديمه، تخلي عقلك يندمج 100% مع داك الجماليه اللي دايره بيك، والخيال ديالك يسرح وتخيل داكشي اللي كانت فيه شفشاون شحال هادي. تخيل الناس القدام اللي كانوا عايشين هنايا والشرفاء اللي بناو هاد المدينه هادي.
حنا غادي ندابوا على وحده من دوك الانستغرام هوت سبوت فين كياخذوا الناس التصاور. واللي بغيت نقول بالانستغرام هوت سبوت هو دوك البلايص اللي معروفين في المدينه القديمه ديال شفشاون في العالم كامل، كيجيو لهم الناس من العالم كامل باش يتصوروا فيهم ويتلاحوا دوك التصاور في انستغرام، بحال هاد العرسان هادو اللي جاوا لشفشاون باش ياخذوا تصاور للعرس ديالهم. فهاد البلاصه اللي طاحت عليهم 5 ديال الدراهم، كتخلص 5 دراهم باش تصور في هاد البلاصه الزوينه هادي. وهذه ماشي البلاصه الوحيده اللي كاينه في شفشاون، الجمال ديال شفشاون كيخلي تقريبا كل زنقه انستغرام هوت سبوت، تقدر تسارى غادي تلقى بزاف ديال البلايص بحال هكا مجهزينهم بكراسه ودي بوزيسيون فين تقدر تجلس وتصور. دخل غير الانترنت غتلقى هاد البلايص. وموراها خرجنا لموطع الحمام، ديك الساحه اللي كاينه في وسط المدينه القديمه ديال شفشاون، باش نتلاقاو واحد السيد اللي ما يمكنليش نوريكم الوجه ديالو واللي غادي يدينا نشوفوا الوجه الاخر ديال مدينه شفشاون. واحد البلاصه خطيره، واحد البلاصه غير قانونيه واللي غادي تشوفوها في الحلقه الجايه. بسبب ذاك اللون الازرق الفريد ديال هذه المدينه هذه، اكثر من 445 الف تصويره تحطات في انستغرام من شفشاون هذا الشهر. بعض الاستوار يقولوا بانك من اليهود، وهما اللي جابوا معاهم هذه العاده ديال تزيين المنازل ديالهم والطلاء ديالها باللون الازرق السماوي، واللي عندها دلالات دينيه كبيره في الديانه اليهوديه، وما كاين حتى شي دليل كياكد هذه النظريه هذه، ولكن كتبقى هي الاقرب للمنطق. هذا الوليديا في الصيف بيعطي الدوزه ما كاينش المسكس. المسكيلوز. والنظريه الثانيه كتقول باللي هذا اللون الازرق يحمي المدينه من اشعه الشمس الحارقه في فصل الصيف وحتى من الناموس. نوريكم كيفاش داير البروسيس كامل. الله يخرجها على خير وصافي.